السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموزعات اللي مش عارفة تشتغل في ايه تجمع هنا وتيجي. تعالوا هقول لكم أهم المنتجات اللي ممكن تشتغلوا عليها، لأن هي دي اللي بتبقى مطلوبة في الفترة دي. دلوقتي إحنا عندنا مبيد البق، مبيد النمل، مبيد الأبراس، مبيد الذباب. المبيدات دي كلها شغالة جدًا والحمد لله الموسم بدأ وعلى خير يا رب إن شاء الله الدنيا تبقى أحسن وأحسن معانا كلنا والأمور تتحسن. الدنيا غليت شوية على كل حاجة، بس إن شاء الله الناس عشان فعالية المنتجات وعشان هي كويسة جدًا الناس بتضطر إن هي تطلبها. أنا في بداية أمري أول ما بدأت إن أنا أشتغل في الشركة كان عن طريق إن أنا كنت محتاجة مبيد للنمل والصراصير. ف ما كنتش لاقية أي حاجة خالص تعمل لي أي effect فظيع زي بصراحة منتج لاستر لمّا جِبته. يعني أنا اتوهمت بيه أنا ووالدتي وبابا وكلنا لمّا جِبنا مبيد النمل والصراصير. جِبناه عشان إحنا كان عندنا نقلنا في شقة جديدة وكان فيها وباء صراصير فظيع جدًا. فلمّا رشينا مبيد أنا خدت الميكس النمل والصراصير ورشيته بقى ورشيت بنفس الطريقة. عايزة أقول لكم الجثث ما كنتوش تعدوا ولا تلاقوا، لدرجة إن إحنا كنا راشين على السلم كله من تحت وأنتم طالعين. إحنا في الدور الرابع، أقسم بالله ما باكذب في كلمة أنا قُلتها، إن إحنا من السلم من طلعته من تحت لحد فوق عندنا عند باب الشقة صراصير ميتة. ده بدليل إن العمارة كلها كانت مليانة صراصير. وابتدت من هنا الناس اللي في العمارة تطلب المنتج اللي عمل كده. فابتديت أنا أدوّر على الpage نفسها. أنا طلبت من رسايل الصفحة عادي، أدوّر على رسايل على الpage بقى نفسها الأصلية، وأشوف المنتج ده منين وبييجي إزاي ومش عارفة إيه، وهل ينفع إن أنا أشتغل فيه أصلًا والّا لأ. أول ما الناس طلبوا منّي الفكرة جات لي على طول إن أنا لازم أشتغل فيه. وفعلًا في الحال طلبت order ب600 جنيه، وبقى الorder ب600 جاب order ب1500 جاب order ب2500 جاب order ب3.5، وما شاء الله تبارك الله زي الفل، والدنيا مشيت معايا زي السكينة في الحلاوة. وما شاء الله ربنا فتحها عليا وبقيت دعاء رمضان بنت لاستر العالمية، اللي من شركة لاستر العالمية. فمش عايزاكم ان انتوا مثلا ما تبقوش عارفين ايه المنتج اللي ماشي دلوقتي، ايه الحاجة اللي احنا محتاجينها دلوقتي، ايه الحاجة اللي احنا نقدر نعمل بيها اعلانات ونكثف اعلاناتنا عليها. هل يا مدام دعاء المنظفات مش شغالة؟ لا شغالة، قهر الدهون شغالة، الحمامات شغالة، الأرضيات شغال، مفروشات، عجاف شغال، كل حاجة في الصيف بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك شغالة فوق ما تتخيل. آم، بس أهم حاجة المصداقية مع العملاء، أهم حاجة ننصح العملاء بطريقة الاستخدام الصح، أهم حاجة نفهمهم إن المبيد آمن يتحط في مكان، يحفظ في مكان آمن من غير حرارة ولا كلام من ده. نفهمهم إن إحنا منتجاتنا واخدة شهادة الأيزو العالمية، نفهمهم إن إحنا منتجاتنا مصنوعة بتقنية النانو تكنولوجي، نفهمهم إن منتجاتنا عالمية وبتتصدر للدول العربية، نفهمهم إن إحنا عندنا مصنعين في دولتين عربيتين زي الإمارات والسعودية، نفهمهم إن إحنا بنشحن لكل الدول العربية، نفهمهم إن ده بناء على طلب الجماهير وعلى طلب الدول العربية إن هي تستخدم منتجات شركة لاستر العالمية. دي حاجات مهمة جدًا، جدًا لازم تحطوها في الاعتبار. وطبعًا لازم نمسح الشقة قبل أي مبيد، سواء نمل وصراصير، سواء بق، سواء أي حاجة، لازم نمسح الشقة كويس جدًا. لازم نتبع التعليمات اللي الموزعات بتقولها، لازم الموزعة نفسها تكون عارفة استخدام مبيد النمل والصراصير إزاي. الأول بنمسح الشقة كويس جدًا وبنرش في كل الزوايا وكل الأركان، ونكون عارفين وفاهمين ومتأكدين إنه المبيد آمن جدًا ومن غير ريحة ومن غير ضرر، وإن إحنا هنرشه لمدة 48 ساعة المفعول هيشتغل. ونكون عارفين إن الشقة كلها بتاخد عبوتين للنمل والصراصير، لكن لو بق بيبقى فيه اختلاف لإنه ده كورس علاج. نكون فاهمين إن كورس العلاج في البق عبوتين بيترشوا يوم بعد يوم لمدة أسبوع، ده الكورس المكثف في الغرفة الواحدة. تمام؟ لو هناخد عبوة واحدة نرشها كل أسبوع هيبقى لمدة 3 أسابيع.
وطبعا كل ده هيبقى على الخاص وهنتكلم فيه لو حد سألني. ونكون فاهمين وعارفين ان الذباب مفعوله يومي، ونكون فاهمين وعارفين ان الناموس مفعوله، ان الذباب سوري انا اسفه، الذباب مفعوله لمدة 3 ايام او اكثر. الناموس مفعوله يومي. يومي يعني ايه مدام دعاء؟ يعني احنا النهارده هنرش الاوضه وهنقفل، وبكره لو فتحنا خلاص على كده هنرش تاني. لكن الذباب بينفع في الاماكن المفتوحه، وبينفع في البيوت والشبابيك والبلكونات والكلام ده كله. واللهم بارك جايب ريفيوهات فظيعه فظيعه فظيعة. كفايه ان هو امن من غير ريحه ومن غير ضرر. دي حاجه. الحاجه التانيه ان مبيد الابراص لازم يتغير كل 10 ايام، ويعني لازم نرش حوالين الشبابيك وحوالين البيبان وحوالين البلكونات لمدة 10 أيام. كل 10 أيام نجدده. ولازم نفهم إنه في صلاحية لعجينة الفيران، إن إحنا لو فتحناها بتبوظ بعد مثلا فترة معينة. إن إحنا لو رشينا المبيدات بتاخد فترة سنة، والبق بياخد فترة سنة. لازم أكون عارفة كل حاجة، وأكون فاهمة كل حاجة في المنتجات عشان أقدر أتكلم عنها. نخش على المنظفات، أكون فاهمة وعارفة كويس جدا إن قاهر الدهون بيستخدم لشفاط البوتاجاز، الجريلات، الاستانلس، السيراميك، لكن ما بيستخدمش للألمونيوم ولا التيفال ولا السيراميك اللي هو الحلال السيراميك. أنا أقصد السيراميك بتاع الحيطة، لكن هنا السيراميك الحلال السيراميك والجرانيت لا يستخدم للحاجات دي. امال ايه اللي بيستخدم؟ الدهون الخفيف. اكون قايله لها ان انا بخففه بشويه ميه سخنه وادعك بيها عشان الدهون الخفيف يجيب معايا نتيجه ممتازه. اكون قايله لهم في قهر الدهون ان انا مسخنه البوتاجاز ومسخنه الحله ومسخنه البتاع، وارش واستنى 10 دقايق وامسح بسبونشه. اكون قايله لهم انه منظف الحمامات منظف للحبر كمان وامن على الملابس، ومنظف الحبر على الحائط والحبر على الهدوم والحبر على الركنه والحبر على الانتريه، وافهمهم كل الكلام ده كله. واكون فاهمه ان منظف الحمامات للصدى والكلس والتجير والترسبات والجيريه والحاجات دي كلها. اكون فاهمه ان ملمع الاخشاب مش لمع اخشاب بس، ده ملمع اخشاب وجلود وملمع طابلوه العربيات. اكون فاهمه وعارفه ان انا لما هتكلم عن منتج المبيض هتكلم عن بديل الكلور البودر الامن على الغسالات الاوتوماتيك والغسالات العاديه. مش هكون بتكلم عن منتج كلور اللي بيبوظ الهدوم ويهريها. هكون عارفه ان انا لازم اكون انقع معلقتين نقع لكل كيلو، اشيلهم بميتهم ادلقهم في الغساله عشان هو امن على الغساله. اكون عارفه ان انا لو عندي مسحوق الاستر للالوان، ان انا عندي كنز في البيت 5 جرام بس مع كل غسله بتفرق جدا. اكون قايله لو انت بتجيبي مسحوق كتير وبتحطي 10 كيلو مثلا او 15 كيلو، خدي كيس من مسحوق الملون المركز للالوان وادلقه عليهم وادربهم في بعض، وانسي اي بقع في هدومك تاني. ولو انا ما عنديش مزيل البقع وعندي بقع جدت عليا في الهدوم، احط عليها مباشر وادعك بيه منظف الالوان والملابس، هلاقي البقعه طلعت في الحال. الساحر في البيت زيه زي المبيض في البيت، ده الساحر الابيض وده الساحر الملون. اكون فاهمه كل حاجه وعارفه كل حاجه، ولو ما عرفتوش اي حاجه تكلموني عشان انا اعرفكم. انا دعاء رمضان بنت لاستر العالميه. ومن اي حد من اي تيم من اي مكان بيسالني عن اي حاجه برد عليه. ربنا يوفقكم كلكم وبالتوفيق للجميع. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الشير بينفع الغير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.